وزير التربية يؤكد إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة تعليم ابتدائي. أفاد وزير التربية محمد علي البغديري يوم الخميس 6 جويلية أنه تم إعفاء أكثر من 150 مدير مدرسة إلى حد هذا اليوم، وهو عدد قابل للارتفاع، حيث تعمل اللجان التابعة لوزارة التربية في المركز الوطني للتكنولوجيا على تحديد كل من يحاول حجب الأعداد، بالإضافة إلى كل المضربين الذين يطالبون بزيادة فورية للراتب. حيث أكد وزير التربية أن الوضع المالي للدولة يمر بعدة صعوبات، ورغم ذلك فإن البعض بدلا من الوقوف مع الدولة في هذا الظرف الصعب ومساندتها، فإن بعض الأطراف تسعى لاستعمال 1,300,000 تلميذ للضغط من أجل تحقيق مطالب مادية. النفوة توا ما وقعش الاستجابة، وهناك نوع من الاستخفاف بالدولة والعنتريات والخطب والآخر التواصل الاجتماعي. يجب أن نفهمه ويفهم كل فرد بأن القانون هو الفيصل في النهاية. نحن ليس مسألة ذاتية مربوطة بوزير التربية، مربوطة بالدولة، والدولة موجودة. فما 1,300,000 تلميذ يمشوا للمدرسة. ولاد شكون 1,300,000 تلميذ؟ ولاد عموم الشعب. لكن الناس ما نجموش يقروا اولادهم كان في المؤسسه العموميه.